معنا سيد المدير العام لتلفزيون الجزائري سيد توفيق خلادي، أهلا بك عبر موجة إذاعة جيل FM. أهلا بكم وأهلا بمستمعي جيل FM. سيد المدير العام، هذه المرة شهدت عملية التفاوض بين مؤسسة التلفزيون الجزائري والمؤسسة المالكة لحقوق بث مباريات تصفيات المونديال ألا وهي مجموعة الجزيرة. شهدت عدة مشاكل خلال الأيام السابقة مما لم يمكن التلفزيون الجزائري من الحصول على البث. كيف تمت عملية التفاوض وما هي المشاكل التي واجهها التلفزيون الجزائري؟ في الحقيقة ما كانش كاين تفاوض طويل. محبين الفريق الوطني هو كل الشعب الجزائري. في الحقيقة لما يكون الفريق الوطني يلعب، الأمهات والأطفال الصغار كلهم يجندون من أجل المساندة للفريق. عاديا شركة سبورت 5 ملكة الحقوق فيما يخص لكواليفاير قبل لو تور فينال، هذه الخطرة نخلعنا لما علمنا أن سبورت 5 بعد كل الحقوق لهذه الشركة التلفزيونية، بعد كل الحقوق بلا ما تحافظ على حق من حقوق كل التلفازات في العالم، هو الحق البث الأرضي اللي يمكن كل الشعب الجزائري به يشوف الفريق الوطني نتاعو. فرسلناهم ما ردولناش، رسلناهم مرة ثانية ما ردولناش، مرة ثالثة قالوا لنا ما نبيعوش بالحرف الواحد. كنا مودي غير ممكن ما تبيعوش. فاحنا درنا لهم اقتراح مالي كبير، اقترحنا 2 خطرات السومه اللي خلصناها على الماتش تاع البنين، فايت 2 خطرات، رفضوا وطلبوا لنا مبلغ ضخم ما يساويش قيمه المباراه في السوق، وربطوا البيع تاع الحق الارضي بفتح المكتب. ردينا لهم بلي ان القضيه تاع فتح المكتب مش قضيه من اختصاص تاع التلفزيون الجزائري. احنا الواجب نتاعنا ولو جزائري واحد ما عندوش الهوائيه فرض عليا باه نعطيه يتفرج المباراه. احنا نصوم من تلفزيون دو سيرفيس بيبليك. بهذه المعامله اردنا ان نطرح مشكل حقوق البث في افريقيا وفي العالم العربي ما تحترمش بعض القواعد اللي اليوم متعامل بها في اوروبا. نفكركم لما انجلترا وبلجيكا قالوا كل مباراه الفريق الوطني تاعنا تروح من تلفزيون كلير غراتويت، شكاو بها لا فيفا واليوفا. راحت لا كور اوروبيان دو جوستيس نهار لو 18 جويي، لا كور اوروبيان دو جوستيس a donné tort à la FIFA et à l'UEFA le jeudi 18 juillet, confirmant que les États de l'Union européenne avaient le droit d'interdire la diffusion de la Coupe du Monde et de l'Euro de football sur des chaînes payantes et d'exiger leur retransmission sur des canaux de télévision en accès libre. لماذا هذا؟ لأن كاين un certain nombre d'événements qu'on appelle des événements protégés وما فيهم 4 أركان. الأركان هادو اسمح لي نقولهم لك بالفرنسي لأن لابد علينا نوريو للشعب الجزائري ولا في أي بلاد لما un événement il fédère un public plus large que celui qui est traditionnellement concerné. مثلا الوالده ما تتبعش الشامبيونا، ولكن نهار ليكيب ناسيونال تلعب تتبع ولا ما تتبعش؟ تتبع. وانا الوالده نتاعي كيف الشعب الجزائري كبير وصغير لما الفريق الوطني هو يلعب ما كانش. هذا امر يولي امر وطني ولا بد علينا باش نوريه. لما ان ايفينمون يكون داخل الهويه الثقافيه الوطنيه فرد، وهذو قوانين معمول بهم دوليا. لما un événement il implique une équipe nationale dans le cadre d'une manifestation كبيرة. كوب دي موند ما كاش أكبر منها في كرة القدم. ولما un événement il fait traditionnellement l'objet تاع une audience كبيرة. نعم. وكل تلفزيونات يوريوه. كان واحد يجي يملك الحقوق من حقه يجي يشري الحقوق، ولكن يفرض عليه باش يقترح حق البث في وقت معقول لتلفزيون اللي تبث على المباشر بلا حقوق. ولا هذيك التلفزيون ما حبش تاخذ من حقهم بعد هو يبثها مشفره، ولكن لابد عليه ان يمد لا بوسيبيليتي للتلفزيون سيرفيس بيبليك اللي ما تعطيش دراهم ماشي كارت باش تبث هذا البرنامج. هذا هو المشكل الاساسي. واش درنا البارح باه نطرحوا هذا المشكل باش هنا في الجزائر بيننا وبين الوزاره وبين المينستير دي بوست وبين لا فيدراسيون الجيريان دو فوتبول نبديو نطرحوا هذه المشاكل ونديروا قوانين داخليه ومن بعد نطلعوها على مستوى القطر الافريقي في لاكاف ونطلعوها في العالم العربي، لان ما نقدروش نقعدوا في هذا مارشي سوفاج وين كاين ديكتاتوريه الشيكي، ديكتاتوريه المل. هذه احنا رافضينها، احنا قابلين باش نخلصوا واش لازم نخلص، لا اكثر ولا اقل. وما لازمش تخرج الشروط على الشروط المعقوله، على الشروط المعقوله في الاطار الرياضي المعروف. نعم. ولكن شفت البارح بلي بعض المعلقين في المباراة في هذه القناة تهموا التلفزيون الجزائري بالقرصنة. والله العظيم راني نضحك، لأن نفس
الصحفي اذا ممكن العباره اللي كان هو خول باش يتكلم على كرة القدم اللي كان يشوفها، تم التلفزيون الجزائري بالسرقة. هو نفس الصحفي هو اللي يعلق على المباراة تاع النهائي تاع كأس الجزائر بين المولودية واليو اسما، واللي سرقاته الجزيرة وبثاته على الساتل نفسه، وراكم عرفتوه. ما بعناها لهمش، ما بعناها، مديناها باطل للدول العربية في إطار لاسبي. وهذا التلفزيون معروف انها ماشي داخله في لازم، اداوها سرقوها وبثوها على الساتل. ونعترف ان احنا الشيء اللي درناه البارح ممنوع ايضا، ولكن درناه باش نطرحوا مشكل، باش الناس تعرف باللي هذه القضيه لازم نفتحوها بصفه نهائيه. راكم تذكروا انتم واش صرا في الجزائر في 2006 وين ما حبوش يبيعوا لنا الحقوق، ومن بعد المشاكل اللي كانوا عندنا تاع 2008، المشاكل في 2010، المشاكل في 2012، المشاكل في 2013. ما نقدروش نروحوا احنا يدينا مكتفين وساكتين لهاد الناس. لازم نطرحوا المشكل تاع الحق تاع الشعب الجزائري باش يشاهد في التلفزيون الوطني نتاعو مباريات الفريق الوطني لكرة القدم، ولا سيما أن هذه مباراة حاسمة اللي هي راح تدينا لا كوب دي موند إن شاء الله. إن شاء الله. هل من تبعات متخوف منها التلفزيون الجزائري عقب بث هذه المباراة؟ يا أخويا كي نكونوا على حق ما نخافوا على والو، وما نخافوا من والو إلا من ربي سبحانه. رانا على حق، وقلنا إلا كان شي خطية باه نخلصوها، والخطية اللي نخلصوها تكون على حساب القيمة المالية تاع المباراة في السوق كما معمول به عالميا. واحنا ما ضريناهمش، ما بثيناش على الساتل، بثيناها في الارضيه. كاين ربما بعض التهديدات كذلك، خاصه لانه هذه القناه يتملك حقوق بطوله رابطه ابطال افريقيا وين يلعبوا فيها نوادي جزائريه في المستقبل. هل راح تمكنوا من ايجاد حل باش ما يوقعش كذلك انصار نوادي الجزائريه في مشكل عدم مشاهده المباراه في القناه الارضيه كما كان يحدث سابقا؟ يا اخي احنا ما نحبوش المشاكل، نحبوا الا الحلول في اطار معقول وباسعار معقوله لتساوي القيمه الحقيقيه تاع المباراه. كل مباراه في الوقت تاعها عندها قيمه ونعرفوها، القيمه تاع مباراه في الارضيه عندها قيمه، في الساتل عندها قيمه، نتفاوضوا على هذه الاسس، ولكن ما ندخلوش في الديكتاتوريه وفي الشونتاج. سيد المدير العام للتلفزيون الجزائري سيد توفيق خلدي، شكرا جزيلا لك. بارك الله فيك، بارك الله فيك، والله يعاونكم في جيل FM.